شوفوا لي ذول الاطفال الابطال شنو دزولي. بابا يخلي يجينا عموس كنونه ونسوي له ثواب على روح والده. يلا نروح لهم سوا. وتوجهنا لمؤسسة الصوت اليتيم الإنسانية. السلام عليكم. شرفتونا ورد الدار. أهلا بكم يا زوار. سكنونا إليكم لا خوف عليكم. الله يخليكم. طبعا وليد هو رئيس المؤسسة. صار لها ايش قد المؤسسة؟ المؤسسة صار لها 4 سنوات. هي مبدأ المؤسسة هي كفالة الأيتام ورعايتهم. بصراحة هم كلش متأثرين بيك. المشاهير الصح اللي مثلك دروا إنه والدك متوفي فقالوا لازم نسوي له ثواب على روح والده. نستقبل أول سؤال. انت مو تسافر هواية؟ ايه؟ اكثر بلد حبيته؟ مصر أم الدنيا. واكثر مطعم؟ انت هيك راح تخلينا نعزل إذا قلت لك أعطي مطعم. هذا سؤال محرج. وقعدنا سولفنا هواي بين ما الشباب صبونا الثواب، وكانت أحلى وجبة ويا هاي العائلة الجميلة، ووراها الأبطال قرأوا الفاتحة على روح والدي وكل أمواتكم. بالمناسبة المؤسسة الصوتي اليتيم متكفلة بأكثر من 730 طفل يتيم يكون يندفع إيجار إذا كان ضعيف الحال، ونهتم به دراسيا وصحيا وتربويا. والشباب اللي أسسوا الدار هم أيضا أيتام وسووا صدقة جارية على روح أهاليهم. ورا الغداء وصلتني رسائل، هذه اقراها غير قدام الكاميرا؟ وتعال لنا كل مرة تجي، إذا ما جيتنا نزعل عليك. الله يوفقك، الله يرحم أبوك، مثواه الجنة، إحنا كلش حبيناك، أحلى بابا سكنونو. هالقد ما فرحان راح أبكي يعني ترى. دموعك غالي علينا وهذا دليل على إنسانيتك، وكلتنا حاسين بمعاناتك. واللي يحب يساعد هذا الدار والأبطال عن طريق هذا الرقم والكيكات. وشوفوني الخانة الخاصة بأولاد وليد اللي حاصلين به على هواي شهادات وجوائز علمية. والختامية كانت ويا غيمها ومطرها. منين لك شعللها؟ فراح ازوركم كلش هواي ومحضر لكم هدايا كلش حلوه. واخر شيء قبل ما نختم شو نقول؟ سكنون لديكم لا خوف عليكم. في امان الله.